عمرك سألت نفسك هو ليه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قدم الفاكهة عن اللحم؟ وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. طب ايه أفضل أنواع الغذاء؟ طب هو فعلا في أكلات ممكن تكون مذكورة في القرآن وفعلا تضر بالبني آدمين زي ما بعض الناس بتقول؟ لو انت مهتم تعرف إجابات الأسئلة دي وتشوف العلم النهاردة بيقول ايه عن الأكلات المذكورة في القرآن، يبقى تابع سلسلة جديدة مع بداية جديدة بتتناول موضوع مختلف، بندرس العلاقة ما بين أكلات في القرآن والعلم النهاردة بيقول ايه. أهلا بيكم في بداية جديدة مع رحاب الشناوي. طبعا دي سلسلة جديدة، احنا لسه أول حد تقريبا يبدأ ان هو يفكر في الفكرة دي. خلوني أقول لكم أصلا الفكرة جات لي منين. الفكرة جاتني ان في حد متابعين معايا بدأ ان هو يعرض عليا، حد مش هقول متخصص ما علينا، يعني قال على السوشيال ميديا ان في بعض اكلات ذكرت في القرآن دي اكلات مش كويسة، اكلات بتضر بالبني ادم وما ينفعش ان احنا ناخدها. فجت تقول لي الكلام وتقول لي كمان ده دكتور محمود سعد أمن على كلامه والقرآن بيقول ده، فانت ايه رأيك يا دكتورة؟ قلت لها ايه رأيي؟ يعني انا ما اعرفش، بس ازاي يعني وفي حاجة هتبقى في القرآن ممكن تضر البني ادم؟ قالت لي مش الحوار انتوا، هي طبعا كانت تقصد ايه، عارفين انتوا سورة البقرة الحوار اللي دار ما بين بني اسرائيل وبين سيدنا موسى، لما بني اسرائيل كانوا بيقولوا سيدنا موسى ايه، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فقام سيدنا موسى رد عليهم قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة. فاللي كان بيتكلم كان بيقول إيه، إن هو فعلا اتقال كده في القرآن، انتوا بتطلبوا، يعني انتوا بتطلبوا الحاجة الأدنى بالذي هو خير، انتوا ازاي كده؟ صح؟ ده القرآن. فأنا طبعا استوقفتني الآية هو إيه كلامه عنده حق ولا إيه، فمش عارفة طيب أعمل إيه. فطبيعي جدا يا جماعة نعمل إيه؟ نسأل أهل الذكر. أنا حد مش فاهمة، معرفش، أنا حفظت القرآن كده وحافظة الآية كده، فلما رجعت لأهل القرآن وأهل الذكر، يا كذا إيه رأيك في الكلام ده، بيقولوا كذا 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 كذا، قالت لي لا طبعا الكلام ده مش صح. أنا طبعا كان عندي قناعة إن ربنا مش هيقول حاجة في القرآن حاجة بتضر، بس أنا ما عنديش إجابة تقول ولا لأ، أنا هرجع للحد المتخصص. فلما قالت طب الآية اللي قبلها بتقول إيه، لو احنا رجعنا للآية اللي قبليها ان هم اصلا مش كافيين بطعام واحد، يعني هم مش كافيهم طعام واحد، هم عايزين ربنا يخرج لهم اكلات تانية كتير غير المن والسلوى اللي ربنا نزل عليهم من السماء هدية، اللي هو المن والسلوى. فهم مش مكتفيين بطعام واحد وعايزين بقى يطلعوا له اكلات كتير عشان يقعدوا ينوعوا في الاكل. يعني هو ده كانت الإجابة. المن والسلوى طبعا اللي مش عارف، المن ده حاجة شبه العسل والسلوى حاجة زي الطائر اللي هو زي طائر السمان. فهي دي الآية يا جماعة. ومن هنا بقى بدأت أفكر واربط ده في أكلات كتيرة مذكورة في القرآن، طب ما تيجي نشوف الدراسات النهاردة بتقول عليها إيه. بدأت أسرش وبدأت أذاكر وبدأت أشوف الدراسات وأشوف الأبحاث، اكتشفت حاجات غريبة جدا. ومن هنا جات لي فكرة السلسلة، إن هكون تقريبا يعني أول حد بيبدأ يشوف بقى القصة، الأكلات المذكورة كلها في القرآن، يا ترى مين الناس اللي ممكن تستفيد منها، وتستفيد منها إزاي، وبكميات قد ايه، وهل في طريقه معينه للاستخدام عشان اقدر ان انا اخد الاكلات دي واخد الفوائد بتاعتها. ودي كانت فكره السلسله. طيب عايزين بقى نجاوب مع بعض على الثلاث اسئله اللي احنا سالناهم في اول الحلقه، مركزين معايا ولا تهت يا عيله؟ اول حاجه، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى في القران فعلا ذكر الفاكهه قبل اللحم او قبل البروتين عموما يعني؟ ولو خدنا بالنا هنلاقي في ايات كتيره جدا بتحط الفاكهه الاول قبل البروتين. طب تعالى بقى نشوف النهارده العلماء بيقولوا لك ايه. العلماء بيقولوا لك ايه النهارده، مش نيجي يعني لو حد بيتابع معايا او سمعتوا الكلام ده على السوشيال ميديا يقول لك بص، لو انت مش واكل طول اليوم، قبل ما تروح تاكل وجبه الغداء خد لك قبلها بساعه فاكهه. صح، سمعنا الكلام ده. طب العلم بيستند ليه؟ بيستند بقى لحاجات كتيره جدا. اول حاجه علشان الفاكهه دي مليانه فيتامينز ومينرالز، فانا يهمني الفيتامينات والمعادن اللي جوه الفاكهه، انا جسمي يمتصها ويستفيد منها، مش تدخل مع الاكل وتتخمر وما يبقاش ليها اي فايده، اكنك ما اكلتش فاكهه. فرقم واحد عشان نستفيد بالفيتامينات والمعادن. ايه تاني؟ رقم 2، هي مليانه الياف. صح، والالياف بتعزز الشبع، الالياف غذاء الميكروبيوتا، غذاء البكتيريا النافعه بتاعت جهازك الهضمي. الالياف بتظبط مستوى السكر في الدم. ايه تاني كمان الفاكهه بنحطها قبل الاكل؟ لان انا لو انا جعان هبدا اعمل ايه لو انا مش واكل فاكهه وما اكلتش طول اليوم؟ طبعا ده مش صح مبدئيا، بس مش قصتنا. هبدا اروح اكل كميات كبيره من الاكل. صح، طب انا لو انا في الطريق بقى كان معايا فاكهه كده واكلتها،
ايه اللي هيحصل ساعتها؟ بتهدي الجوع شويه، صح؟ وانا جعان فقمت اكل فاكهه، فهتقوم مهديه الجوع شويه، فلما تروح تبدا ان انت تاكل ما تاكلش كميه كبيره. ويا سلام بقى لو الفاكهه دي مع حاجه زي الزبادي، احنا بنعمل ميكس ما بين بروتين وما بين الياف علشان تدينا احساس شبع اكتر. وطبعا يا جماعه احنا بنقول ان احنا قبل الاكل بساعه، يعني انا مثلا هتغدى الساعه 7 مثلا، هتغدى الساعه 6، يبقى انا قبليها بساعه ببدا ان انا اخد الفاكهه، ولو معايا مصدر بروتين هتبقى حلوه جدا علشان تهدي الجوع شويه لما انا اروح اكل ما اكلش كميه كبيره. وصلت يا جماعه؟ وده مش معناه ان انا افضل جعان فترات طويله، ده مش صح خالص، لان ساعتها الفاكهه دي برضو مش هتعمل حاجه، يعني الفاكهه دي برضو هتعمل حاجه. الصح ان انا لما جوع ما اسيبش الجوع يشتغل جامد عشان ساعتها هتبقى عايز تاكل بكميه كبيره، لا، ان انا لما جوع وهرمون الجريلين طلع، هو فعلا هو غلبان معايا، هرمون الجريلين انا عارفه هيطلع يقوم نازل تاني لو انت ما اكلتش. لو انت خدت بالك لما انت بتبقى في رمضان وبتجوع وبتستنى شويه بتلاقي نفسك خلاص ما عدتش جعان، لو انت نسيت الجوع، صح؟ ده ليه؟ لان الجريلين لما بيطلع ما اكلتش خلاص هيقوم نازل تاني، طب يطلع تاني في يطلع، ما اكلتش هينزل تاني. بس انا لو فضلت في الحته دي كتير ان انا جوع وما اكلش وهو يطلع وينزل، ايه اللي بيحصل لو انا ما اكلتش؟ اول ما هاكل اللهم بارك بقى يعني هخربها يعني. فاحنا بنقول لك مش صح ان انت طبعا تجوع نفسك كتير، وفي نفس الوقت يبقى في وجبات متوازنه، لما تجوع تروح تاكل، وطبعا اكوردن كل واحد وجسمه، بلس ان انا قبل الاكل بساعه اخد بروتين مع الفاكهه، بيبقى حاجه لطيفه جدا. طيب العلم برضو بيقول لك ايه الفاكهه قبل الاكل او قبل الوجبه الرئيسيه بتاعتك. طبيعي جدا الفاكهه هضمها اسهل بكتير من ان انا مثلا هاخد بروتين، يعني اللحمه دي عشان تتهضم هي عايزه 3-4 ساعات، لكن الفاكهه ماكسيموم ساعه وهتكون اتهضمت ودخلت في الدم واستفدت من كل الفيتامينز والمينرالز. وصلت؟ فالنهارده عشان نجاوب على السؤال ان ربنا سبحانه وتعالى، شوف احنا بنتكلم في ايه يا جماعه بقالها قرون، واحنا النهارده جايين نقول لك خلي الفاكهه قبل الاكل، ما تخليهاش بعد الاكل، وبعيد عن الاكل ب3-4 ساعات، واحنا بنجيب بقى الحاجه اللي هو من الاخر وهو اصلا مذكور في القران. طب يبقى احنا كده جاوبنا على اول سؤال. تاني سؤال بقى، ايه افضل انواع الغذاء؟ طبعا لو حد بيسمعني افضل انواع الغذاء اكيد هتقول لنا بلاش مقليات وبلاش زيوت مهدرجه، بلاش ايه تاني، لحوم مصنعه، صح؟ هتقول كده ان ده افضل انواع الغذاء. اقول لك لا يا فندم، افضل انواع الغذاء الغذاء الذي لم يمسسه بشر. حلوه، لغه عربيه طلعت مظبوطه. طب تمام زي الفل، ايوه طلعت عادي ما فيهاش حاجه. ايوه يعني ايه؟ يعني مش بس ان انت تقول لي مقليات وزيوت مهدرجه، لا 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 خالص، الكلام ده قديم جدا. المهم ان الاكل ده اكل طبيعي ولا دخل في علبة وعدى على مراحل كتير عشان في الاخر يوصل يكون بين ايديك. وصلت؟ فبدل بقى ما تروح تشتري لي الفاكهه والخضار من المولات اللي هي بتحط هرمونات وحاجات كده لطيفه، دور على الناس الغلابه اللي جنبك في البيت، روح اشتري منها الخضار والفاكهه، تضمن ان مفيش مبيدات ومفيش هرمونات ومفيش. دور دايما على الاكل اللي انت بتدخله هنا لجسمك يكون جاي من مصدر طبيعي، ما يكونش فيه حاجات كتيره جدا دخل فيها ايد الانسان حولها في الاخر ان هي بتضرك مش بتفيدك ولا بتاخد منها اي فوائد. عشان كده معظم امراض العصر راجعه للنظام الغذائي واللايف ستايل بتاعنا بتاع دلوقتي. طيب كده جاوبنا على سؤالين، فاضل سؤال فاكرينه ولا تهتوا مني؟ طبعا السؤال يا جماعه اللي احنا قلناه خالص في اول الحلقه، هو فعلا ممكن يكون في اكلات في القرآن ممكن تضر الانسان؟ وطبعا لو انتوا فاكرين لما جينا نتكلم واللي كان بيستند الآية اللي هو تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هو هنا طبعا الكلام كان بيقارن المن والسلوى اللي نزل هدية من ربنا سبحانه وتعالى من السماء وما كانش عاجب بني إسرائيل وعايزين ربنا يخرج لهم أكل كمان من الأرض. فطبيعي الإجابة إن أكيد أي حاجة مذكورة في القرآن مش هتضر البني آدم، ولكن الحاجات بقى اللي موجودة جوه القرآن هي بتفيد مين مننا؟ وهل في أمراض معينة ليها علاقة بكمية أنواع الأكل والحاجات الموجودة في القرآن والمشروبات؟ طب هل بيبقى ليها استخدام معين وأوقات معينة وطريقة معينة؟ ده بقى اللي احنا هنعرفه في الحلقة الجاية عشان نبدأ مع بعض في السلسلة اللي احنا قلنا عليها. ونبدأ مع أول حاجة هنشوف دور الريحان، هنتكلم عن الريحان وإيه الدراسات العلمية بتقول عن الريحان ومين الناس اللي محتاجين يدخلوا الريحان ويا ترى نستخدمه ازاي وأفضل وقت لاستخدامه والجرعات اللي احنا نستخدمها.
طبعا لو انت بقى مهتم تكون موجود ومتابع معايا السلسله اللي هتعملها بدايه جديده، يهمني جدا رايكم يا جماعه في الكومنتات، فاكتبوا لي في الكومنتات عنوان السلسله اصلا انتوا رايكم فيه ايه، ولو انتوا عندكم اقتراحات ازاي نطور الفكره او عايزين ان انا ادخل حاجه معينه اكتبوا لي، هيهمني جدا طبعا رايكم. وطبعا لو انتوا شايفين ان هي سلسله هتبقى مفيده ابعتوها لكل اصحابكم علشان يستمتعوا ويشوفوا علاقه العلم بالقران. وطبعا بقى لو انت اول مره تتابع بدايه جديده فانت لازم تتابع بدايه جديده، واستنوني الحلقات الجايه.